اولى ثانوي يذاكروا ازاي قصه الانجليزي. اول حاجه هتشوف الفيديو ده وتفهم الاحداث وتروح تحفظ الكلمات وتحل اسئله. جامد؟ يلا بينا. تبقى فلاح بسيط مالكش علاقه باي حاجه وتجيلك المشاكل لحد عندك، او يمكن كنز بطل حكايه نجام اللي هنقول له جوجو. جوجو كان بيشتغل مع باباه ومامته في الفندق الصغير بتاعه، وفي يوم وهو بيشتغل وبينظف الفندق دخل الفندق راجل طويل وقوي بس عنده بشله في وشه ولابس جاكيت ازرق قديم. بص على المكان كده وقال جامد، انا هكمل حياتي هنا، قصدي انا هقعد هنا. بطاقتك يا حاج نعمل اجراءات الحجز وقول لنا اسمك الحلو ده. قال لهم قولوا لي يا كابتن، وقام مطلع 3 أو 4 عملات ذهبيه. حد يطلع له الصندوق الخشب اللي معاه ده يا شباب، وانست وشرفت يا حاج. يعيش الكابتن في الفندق الصغير ويقضي يومه على الشط ويرجع يسأل في اي بحاره جم النهارده، وكل يوم بيكرر نفس السؤال. جوجو كان فاكر ان هو بيدور على ناس شبهه عشان حاسس بالوحده، بس لا، هو ما كانش عايز حد يعرف مكانه. كان دايما بيحكي على مغامراته في البحر، وقعد شهور واكل شارب نايم ببلاش، وابو جوجو اتحرج يقول له فين دهبك يا ابو الكباتن. وفي يوم والواد جوجو قاعد بينظف عادي دخل عليه راجل رفيع وايده فيها 3 صوابع بس، وسأل بالهرة. جوجو قال له والله ما عندناش حد بالاسم ده يا حاج، دور في حته تانيه. الراجل ابو 3 صوابع رد وقال له ان صاحبه عنده بشله في وشه ولتات وبيحب يحكي حكايات عن البحر. ها هو ده؟ ايوه موجود، ده واكل دماغنا والله يا حاج بحكاويه عن البحر. الكابتن رجع من على الشط زي كل يوم، لقى الراجل ابو 3 صوابع قدامه، وشه اتغير كده وقام قايل بلاك دوج. لا للتنمر يا ابو الكباتن، ده اسمه. طب تمام. والكلام خدهم لحد ما صوتهم عالي، وبلاك دوج فجاه طلع يجري وهو بينزف، والكابتن وراه بالسيف، وخرجوا بره الفندق ولا اجدعها خناقه عبده موته في الحاره. الكابتن اول ما رجع من الفندق وقع من طوله. جوجو افتكر انها من الخناقه. في الوقت ده كان في دكتور في الفندق. ام جوجو جريت عليه وقالت له الحقنا الكابتن متصاب. الدكتور قال لهم ده عنده مرض شديد ومحتاج للراحه، وهو على فراش الموت. اكل دماغ جوجو بحكاياته عن البحر وانه حارب حيتان وقروش، بس الاهم انه معاه حاجه الناس كلها عايزاها. اوعى السسبنس. وخلي بالك يا جوجو، بلاك دوج اللي انا لسه ضربه ده مش شرير، بس لو حد من البحاره جه لغيني. في اليوم ده ابو جام بيموت، وجام من زعله بينسى كل الهري اللي قاله الكابتن. وبعد اسبوع يجي راجل اعمى قدام الفندق وبيقول له جوجو خدني للكابتن حالا. الراجل الاعمى قال للكابتن خليك في مكانك، وقام مديله حاجه في ايده. بيبص الكابتن على ايده وبيقول الساعه 10 لسه عندي وقت، وبيموت بعدها. فيلم عربي قديم وش. جوجو ومامته بيحسوا بقلق فبيخافوا ويروحوا لاهل القريه اللي جنبهم علشان يحموهم. واحد اداهم مسدس والتاني قال لهم هقول للدكتور. ايه الشهامه دي يا شباب؟ جوجو ومامته بيروحوا ويشوفوا الصندوق اللي مع الكابتن فيه ايه، ويلاقوا فيه رساله مكتوب فيها اخرك الساعه 10. يفتحوا الصندوق ويلاقوا هدوم وسلاح وورق وفلوس معدنيه. فيقرر جوجو ومامته انهم يسيبوا كل حاجه ويمشوا قبل الساعه 10. مامة جوجو بذكاء رهيب تقرر انها تاخد الفلوس عشان الكابتن كان عايشها سفلقه، وجوجو قام مكمر الورق في ايديه وهو ماشي. وهم في الطريق يسمعوا ناس جايين وراهم ويستخبوا تحت الجسر خايفين، ويشوفوا 8 رجاله ما بينهم الراجل الاعمى. فدخلوا الفندق. الراجل الاعمى قال بالمات هاتولي الصندوق بتاعه، ويلاقوا الصندوق مفتوح وجزء من الفلوس هو بس اللي موجود. فالراجل الاعمى يقول اكيد اللي عمل كده الواد والست اللي كانوا شغالين هنا، دوروا لي عليهم ولو لقيتوهم هتبقوا اغنياء. في الوقت ده الشرطه بتيجي والموضوع بيتلم، وجوجو بيكون اخد الورق للدكتور نفسي. فيروح ويلاقي الدكتور قاعد مع راجل غني ووراهم الورق وقال ده المكان اللي مدفون فيه الكنز بتاع بيل، ويلا ندور على الكنز بنفسنا. ورقه منهم بتوصف الفلوس والسفن اللي الكابتن استولى عليها، والتانيه خريطه عليها علامه مكتوب عليها هنا معظم الكنز. جهزوا السفينه يا شباب، بس محدش يفتح بقه عشان مش احنا بس اللي عايزين الكنز. هو ده فيلم جزيره الشيطان؟ يغيب ابو الاغنياء ويرجع، بس يرجع قال للعالم كله على حوار الكنز عادي. طب والسر؟ يا راجل كبر مخك. بتبدا رحله صاب السفينه جوجو اللي بيودي رساله لسيلفر الراجل ابو رجل واحده اللي هيبقى معاهم في السفينه، وهناك بيلاقي الراجل ابو 3 صوابع فاكرينه بلاك دوج بس بيهرب منه. وبيقرروا ان هم يبحروا على اسبانيولا النهارده، بس قبطان السفينه مش مرتاح. ليه؟ اصل حوارات الكنز دي مش سالكه، ومش هو اللي مختار الناس اللي معاه على السفينه. طب يا معلم عندك مشاكل مع سيلفر؟ لا، بس ما توروش الورقه اللي فيها الخريطه لحد، وخلي الاسلحه كلها في مقدمه السفينه. سيلفر محبوب على السفينه والناس كلها بتحبه، وبيعمل اكل حلو قوي عشان هو طباخ السفينه. وفي يوم جوجو نفسه بتروح على تفاح، بيجي ياخدها من البرميل فبيقع جوه البرميل. وفجاه جوجو بيسمع سيلفر مجمع الناس وبيقول لهم والله الحبايب اتجمعوا، احنا هنستنى يوصلوا للكنز وناخده ونهرب. ايه بس كل ده بقى على الهادي.
حد يا جماعه يجيب لي تفاح من البرميل ده؟ يا وقعتك السودا يا جوجو. بس حد فجاه بينادي بصوت عالي انهم شايفين الجزيره، وجوجو روحه بترجع له تاني، بس بيبقى سامع كل حاجه. تعمل ايه يا جوجو؟ يا ترى جوجو هيعمل ايه بعد كل اللي سمعه ده؟ ما تيجوا نشوف الفيديو الجاي.